سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جيتكم بوصفه بزاف شابه مليحه لجميع انواع البشره، يعني بدون استثناء تقدروا تجربوها كامل البشره الحساسه، البشره المختلطه. فيديو من اروع ما يكون، ما تراطيوش. بسم الله. وقبل كل شيء ما تبخليش عليا بابوني للقناه وتخلي لي لايك للفيديو وبيان سور كومونتير شباب كيما نتيا. الوصفه تاع اليوم راهي فعاله للبقع تاع حبوب الشباب، يعني بزاف بنات خلوا لي تعليقات انهم حابين ينحيوا البقع تاع حبوب الشباب اللي دار لهم كارثه في الوجه، وايضا مزيله الكامل البقع الداكنه اللي في الوجه يعني من غير حبوب الشباب. ايضا مليحه بزاف الاسوداد اللي تجي حول الفم، غنيه بالفيتامين او، وايضا محاربه حتى للحساسيه تاع الجلد تاع الوجه. هكا البنات راهي وصفه بزاف طاب. اول مكون عندنا واللي هو ياغورت طبيعي، ياغورت ناتور، يعني راهو متوفر عادي جدا. راح ندو منه ملعقه صغيره كيما هكا، وعلى حساب الكميه اللي راح تستعملوها، اسكو راح ديري غير الوجه تاعك او عندك مناطق اخرى راح ديري لهم. وايضا هذه الوصفه راهي صالحه لكامل المناطق اللي في الجسم، يعني امنه حتى على المناطق الحساسه، ما فيها حتى اعراض جانبيه. ايضا بنات المكون الثاني واللي هو ملعقه تاع كركم. من الافضل تستعملوا الكركم اللي يكون نوعيه مليحه، يعني كيما هذاك اللي يتباع بالميزان، احسن من انكم تشروا هذوك اللي ساشي لانه صراحه راح يكون غير صبغه. وايضا البنات عندي ملعقه تاع مايزينا نشا. راح نخلط المكونات مع بعض، يعني هذو هما المكونات برك، هذا واش نحتاج، يعني مكونات بسيطه سهله، يعني اقتصاديه ومتواجده في كل منزل، لكن يعني النتيجه راهي فعاله البنات ولا اروع. يعني جربوها وعينيكم مغمضين، بزاف شابه وتعطي لك نتيجه من اول استعمال. لكن من الافضل عليها انك تداومي، يعني تستعمليها مرتين في الاسبوع او على الاقل مره واحده في الاسبوع. راح تكمي بانسو كيما هكا، يعني من الاحسن تستعملوا هذه الخلطات بالبانسو لانه يوصل الكامل المناطق في الوجه. نابليكيها على وجهي كامل، الخدود تحت العينين، يعني ما تقربوش فقط من العين. هكا راح تكون النتيجه ولا اروع. وبلا ما تنساو المحيط تاع الشفتين، راح تخليها حتى تنشف تماما، يعني حوالي 20 دقيقه تكون نشفت ماكسيموم. بعد ما تنشف يا البنات راح نرجع لكم. اللي وصلت معايا لهذه المرحله نقول لك حبيبتي ما تنسيش جيمو ابينو. وهنا البنات بعد 20 دقيقه نشفت تماما كما راكم تشوفوا، يعني كي تمسوها راح تلقاوها ناشفه تماما. نروحوا طريقه الغسل البنات. راح تغسلي وجهك مليح بالماء البارد، يعني تنحي كامل البقايا تاع الخلطه. من بعد تجيبي جل نيتوايون تاعك اللي متعوده عليه، وريت لكم هذا اللي نستعمله انا يعني دائما مدوماته من ارفيا. صدقوني بزاف شباب، وصالح حتى للبشره الحساسه والبشره المختلطه. صراحة البنات يعجبني انا بزاف باسكو خرج على وجهي. راح ندير شوية هكا في هاد العبسة تاع سيليكون، ولا اللي تحب تغسل بيدها ديريكتومون من الاحسن هادو تاع السيليكون، راهم ينقيو لابو يعني وينقيو المسامات تاع الوجه مليح. راح نزيد نرغوي بالجل نيتوايون ونشف لابو تاعي بيان. وكنت ديجا درت لكم من قبل كريم الفازلين لترطيب البشره، يعني ترطيب يومي، ويعجبكم بالبزاف البنات. اللي تحب نخلي لها الرابط في صندوق الوصف من بعد تشوفوا. هنا وريت لكم نتيجه في يدي، اسفه ما نقدرش نوري وجهي. المهم البنات النتيجه راهي فعاله، تحسي بواحد الرطابه في لابو تاعك، يعني تحسي بالنقاوه، وتحسي لابو تاعك بزاف شابه ونضاره ولا اروع. يعني داوموه وعينيكم مغمضين، راهي وصفه من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. ما تبخلوش عليا بجيمو ابوني وبيان سور كومونتير. ما بقى لي غير نقول لكم باي باي.